عشان فعليا كلنا بنيجي بعد ما المصيبه بتحصل بتقول الحقوني عايزه كفر للركنه، فانا قلت الحق الموضوع من اوله وجبت لها كفر للركنه كلها. طبعا انتوا عارفين ان انا عملت الركنه بتاعتي اوف وايت او اول درجات البيج، فكان لازم ان انا احافظ عليها من اول يوم. جبت لها الكفر ده، هو فرو كده. احلى حاجه فيه ان هو بيغطي الركنه كلها، القاعده والشلت والظهر وكل حاجه. كمان بيجي معاه القطع الاسفنج دي علشان خاطر ما يتحركش من مكانه. وزي ما انتوا شايفين كده تقدروا تعملوه نص بس على الكنبه او على الشلت او على القاعده بس، او تقدروا تفردوه كامل يبقى على الظهر وعلى القاعده، وبجد هيغطيها كلها وهيحافظ عليها من البقع والتراب. وعايزه اقول لكم مهما كان الفرق اللي عليها ما بيتحركش من مكانه. ده غير ان هو اصلا حتى ترويقه سهل جدا، لان انتوا مسافه ما بتشدوه على الكنبه بيتظبط وبيبقى شكله حلو قوي. في منه الوان. اما بقى اللي ما ينفعش نبقى عايشين اصلا كده من غيره هو الكفر الووتر بروف بتاع المرتبه. حرفيا اختراع. بصوا ما نزلش نقطه ميه على المرتبه، من فوق بيبقى عامل زي الفوطه كده، ومن تحت بيبقى ووتر بروف عشان ما يوصلش اي سوائل للمرتبه من تحت. فلو انتوا عندكم اطفال ده اساسي كده كده لازم يبقى عندكم موجود منه كل المقاسات.